السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة البامية العراقية الأصلية سويناها بضلوع الغنم الرائعة. طبعا تجربة بصراحة متشوق لها، وأنا أريد أتغدى اليوم وجوعان كلش كلش كلش. وطبعا راح اليوم نتذوقها بتمن رز، ونتذوقها بالخبز، وأعطيكم تقييمي وتجربتي وياها بالنهاية. ليتس جو. مثل ما تلاحظون هذه المرقة السحرية اللي يعشقها الأغلبية. طبعا مسوينها بالبيت، مو أنا سويتها، مسوينها بالبيت طبعا بشكل رهيب. وطبعا الخبز الأسمر راح ناكلها اليوم هم وياه ونتذوق طعمها. خلينا أول مرة أصب الشربت. عندي شربت رمان، هم نتذوقه مع الشربت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الضوء الغنم مثل ما تلاحظون صايحة فد نوب صايحة. هنخليها هنا حتى بعدين نتذوقها، هم اقول لكم طعمها باللحم. فصار عندنا 3 تجارب بالرز، وناكلها بالرز باللحم، وناكلها البامية بالخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف ردة فعل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رز مع الحصة مو بزمتي طبعا. البامية مو مجمدة، بامية أصلية بصراحة. ملوحة متوازنة. طعم البامية الأرض واضحة. تمن الرز هذا بالشعرية لازم تاكل أكثر من مرة حتى تحس بطعمها، لأن الرز بصراحة مع الحصة هذا الشهر مو طيب مثل ما تلاحظون. اوكي، خلينا نتذوق البامية بالخبز. نشوف بالخبز، ناخذ لنا وحدة من الباميات ونشوفها. شوف شلون. بس بالخبز شوي تحس ملوحة أكثر. دسومة موجودة، بس دسومة مالت اللحم. طعم البامية طعم اللحم ما واضح اللحم كلش يعني، بس الريحة مالت النكهة مالت اللحم موجودة. تتذوق الخبز أكثر من الرز. تمام. طبعا عندنا طرشي عم نسوي مثل ما تلاحظوا. هذا طرشي. طبعا ريحة البامية يعني مو كلش قوية. خلينا نتذوق ال- البامية ضاع مثل ما تلاحظون. هذا ضلع مثل ما تلاحظون، مستوي بشكل جيد. بسم الله. ها طبعا بصراحة خبز باللحم رهيب. خلينا نتذوق اللحم. هذا اللحم خلينا نتذوقه ناخذ لنا قشطة صغيرة ونتذوقها بالرز. خلي شوي مرقة، ونشتاق لهاي الأكلة من زمان ما ماكلها. خلاص بالرز. بصراحة الرز مخرب الأكلة، ما منطيها أي معنى لمعاني البامية، فأعطيها 7
فقط. بامية بالرز 7 فقط. أما بالنسبة للخبز بالبامية، الخبز بالبامية طيبة بصراحة، أعطيها 9.5. طيبة بصراحة كلش عجبتني. أما بالرز الخبز باللحم أعطيه 10/10. أما الخبز الرز باللحم لا أعطيه 8.5. هذه طبعا تقييمي وتجربتي مع الأكلة البامية العراقية. جزاكم العافية. خلينا نكمل.